السلام عليكم، أهلا بكم من جديد في قناة الزراعة الحديثة. النهاردة هنتكلم عن أسعار الذرة وأسعار الصويا وأسعار الفول البلدي وأسعار الرز الشعير وأسعار الرز الأبيض وأسعار مخلفات الرز، وكلام مهم عن مزاد القطن وأسعار السمسم وأسعار البرسيم، ومعنا أسعار الفاصوليا. بالنسبة لمزاد القطن النهاردة، احنا اتكلمنا قبل كده وقلنا كتير ان القطن في المزاد الاولاني كان 80% منه قديم و20% منه جديد، والمزاد التاني بتاع القطن كان العكس، 20% من القطن قديم و80% من القطن جديد. ده لان القطن اللي في المخازن طلع منه نسبة 80%. نفهم من كده ايه؟ ان القطن في المزاد التاني الجديد كانت نسبته 20% من مساحة الأراضي اللي كانت مزروعة السنة اللي فاتت، وبالتالي المزاد اللي جاي هيبقى عرض القطن قليل في المجمعات وهيرتفع أسعاره ارتفاع كبير. وابقوا افتكروا الكلام ده، القطن لدى التجار النهاردة من 13,500 ل 14,000 جنيه، والتنفيذ قليل جدا. قبل ما نبدأ في الأسعار والتفاصيل، بدعوكم في بداية الفيديو للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر الإعجاب عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس والكل يستفاد. ولو أول مرة تتابعني ومشتركتش معانا في القناة، في زرار أسفل الفيديو مكتوب عليه كلمة اشتراك بالعربي، حضرتك هتضغط عليه وهتفعل زر الجرس عشان أي فيديو جديد ننزله على القناة يوصلك إشعار على الموبايل. هنبدأ مع بعض زي ما احنا متعودين بأسعار الذرة. وسعر الذرة المستورد الأصفر البرازيلي 15,000 جنيه للطن صب أرض المينا، في ثبات في أسعار الذرة. سعر الذرة الأصفر الأرجنتيني 15,000 جنيه للطن صب أرض المينا. وبالنسبة لأسعار الذرة الأصفر الأوكراني 14,000 جنيه للطن صب أرض المينا. وسعر الذرة الأصفر الصربي والبلغاري والأمريكي والروماني بنفس أسعار الذرة الأوكراني. سعر الذرة البلدي الحب الأصفر من 13,500 ل 14,000 جنيه للطن. الذرة البلدي الأبيض الحب من 13,300 ل 13,500. أما عن أسعار الذرة بالإرداب، الإرداب ب 220 كيلو بالكوز بعد إزالة الغلاف، سعر الإرداب الأبيض من 1800 جنيه ل 2000 جنيه للإرداب. سعر الذرة بالإرداب الأصفر من 2000 جنيه ل 2200 جنيه للإرداب. أسعار القمح من 1800 جنيه ل 2000 جنيه إرداب بالقمح، وزن الإرداب 150 كيلو، وطن القمح بيعمل متوسط من 12,000 ل 12,500 جنيه للطن. الفول البلدي، سعر الفول البلدي النهاردة من 4,500 جنيه ل 5,000 جنيه للأرداب، وزن الأرداب 155 كيلو، ومتوسط سعر طن الفول البلدي من 30,000 جنيه ل 32,000 جنيه للطن. الفول الصحيح في المحلات بيتباع من 40 ل 45 جنيه للكيلو، والفول المجروش من 45 جنيه ل 50 جنيه للكيلو. أسعار فول الصويا، صويا 44% بروتين، في ثبات في أسعار فول الصويا 31,000 جنيه للطن صب أرض المينا. سعر فول الصويا 46% بروتين مستورد 32,500 جنيه للطن صب أرض المينا. سعر فول الصويا 46% محلي 32,500 جنيه للطن صب أرض المينا. مشتقات فول الصويا، قشر فول الصويا 9,000 جنيه، بذر فول الصويا 29,000 جنيه للطن، زيت فول الصويا المقرر 46,500 جنيه للطن، زيت فول الصويا المنزوع 45,000 جنيه للطن. سعر الردة 11,500 جنيه، كزب عباد الشمس 36% بروتين 20,000 جنيه للطن. سعر الفاصوليا النهاردة من 52,000 جنيه ل 53,000 جنيه للطن، والفاصوليا بتتباع في المحلات من 60 جنيه ل 65 جنيه للكيلو، واللوبيا من 65 جنيه ل 70 جنيه للكيلو. أسعار البرسيم النهاردة، إرداب البرسيم على وشه 180 كيلو أو متعقب 168 كيلو،
ومتوسط سعر الإرداب من 10,000 ل11,000 جنيه للإرداب. متوسط سعر طن البرسيم من 60,000 جنيه ل65,000 جنيه، في بضايع عالية ممكن تحصل 70,000 جنيه للطن. وكيلو البرسيم بيتباع من 60 ل65 جنيه. وسعر البرسيم الحجازي من 200 جنيه ل250 جنيه للكيلو. سعر الفول السوداني النهاردة الأرداب ب75 كيلو بقشره، ومتوسط سعر الأرداب من 3500 جنيه ل4000 جنيه للأرداب. سعر السمسم من 85,000 جنيه ل100,000 جنيه للطن. والسمسم بيتباع في المحلات 150 جنيه للكيلو، وإرداب السمسم 120 كيلو. متوسط سعر الأرداب من 10,000 جنيه ل11,000 جنيه للأرداب. أسعار اللب النهاردة في ثبات في أسعار اللب السوبر من 120 جنيه ل160 جنيه للكيلو. اللب دوار الشمس من 35 جنيه ل40 جنيه للكيلو. اللب الخشب من 180 جنيه ل200 جنيه للكيلو. والبضايع العالية ممكن تحصل من 210 ل215 جنيه للكيلو. بالنسبة لأسعار الرز الشعير النهاردة وسوق الرز الشعير، مع إن الطلب على الرز الأبيض في المضارب النهاردة الطلب المعتاد، مش طلب كبير جدا ولا حاجة، إلا إن في عرض قليل جدا من الرز الشعير في السوق. ده راجع لأن الرز موجود عند الفلاحين ومش عايزين يفرطوا فيه، لأن السعر كل يوم والتاني بيرتفع وبيزيد يوم عن يوم، وبالتالي هو ماسك في البضاعة ومش عايز يفرط فيها إلا لما أسعارها ترتفع ويبقى سعر عادل بالنسبة له يقدر يبيع الرز بيه. بس لو السوق ثبت ممكن يبقى فيه عرض من الرز الشعير. بالنسبة لأسعار الرز الشعير الرفيع والصال للمضرب من 16,300 ل16,500. وأسعار التنفيذ بتقل 200 جنيه، وبتختلف الأسعار من مكان للتاني ومن تاجر لآخر على حسب النولون وجودة البضاعة وطريقة السداد. وأسعار الرز الشعير العريض والصال للمضرب من 16,500 ل16,700. وأسعار التنفيذ بتقل 200 جنيه، وقد تختلف الأسعار من مكان للتاني على حسب النولون وطريقة السداد وعلى حسب جودة البضاعة، والبضاعة نفسها متباعة لأكيل ولا متباعة لمخزن ولا متباعة لمضرب. بالنسبة لأسعار الرز الأبيض الرفيع من أرض المضرب، بضاعة على جودة زيت وبخار وسورتكس وكسر من 8 ل10%، من 23,800 ل24,200. سعر الرز الأبيض العريض من 24,800 ل25,200. أسعار مخلفات الرز النهاردة السرس المطحون 2,500 جنيه، الكونة 14,200، كاس الرز الناعم 14,500 جنيه. وبكده نكون انتهينا من حلقتنا اليوم، وياريت تدعمونا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.